انتوا عارفين مش كل مرة بنمسك القلم بنكمل الرسمة. في مرات بتحس انك مش مركز او انك مش راضي عن اللي طالع قدامك. توقفك ده مش ضعف، واوعى تسميه فشل. دي لحظة من اللحظات اللي بيمر بيها اي فنان. يعني ممكن تبص على الورقة وتحس انها مش بتتكلم معاك زي ما كنت متخيل. اوقات كتير قوي بتحس ان دماغك دي فاضية، رغم ان جواك افكار كتير قوي. بس صدقني، ده طبيعي جدا. الفن مش دايما إلهام كده وانسياب. في أيام بنرسم بقلبنا، وفي أيام تاني بنقف في نص الطريق ونقول كفاية كده. يعني مثلا الفيديو اللي قدامك ده مش استعراض لرسمة مكتملة. دي لحظة إنسانية، أو ممكن تسميها لحظة توقف. ويمكن بكرة أرجع أكمل الرسمة تاني، ويمكن أبدأ من جديد على صفحة تانية. بس الأكيد الأكيد إن شاء الله مش هبطل أحاول. افتكر دايما إن الوقوف مش النهاية. الراحة عمرها ما كانت ضعف. والمهم إنك ترجع تكمل لما تكون مستعد، مش لما تكون مضطر. كل فنان مر بلحظة زي دي، يمكن أنت دلوقتي فيها. بس خليك فاكر، كل توقف هو استراحة محارب. ما تسميهاش استسلام. ويمكن اللحظة اللي أنت شايف إنك وقفت فيها هي اللي هترجع منها بطاقة أكبر ونضج أكتر ورؤية أوضح. ما تخليش لحظة تعب توقف حلمك، ولا تخلي رسمة ناقصة تشكك في موهبتك. كل خط بتعمله حتى لو ما كملش هو خطوة لقدام. خد وقتك وارجع لنفسك، وارسم لما تحس انك جاهز، مش لما تحس انك مضغوط. وصدقني، كل فنان حقيقي مر من هنا. افتكر دايما، الوقفة مش نهاية، دي اوقات الراحة اللي بتقويك قبل ما تكمل الطريق. كمل بطريقتك وسيب بصمتك. افتكر ان كل رسمة ناقصة هي بداية لحاجة اعظم. حتى لو وقفت ارجع كمل، لان الفن مش سباق، دي رحلة.